احنا عندنا بعض النساء من كثرة الغيرة بتبدأ تمسك الموبايل بتاع زوجها وتفتح وتبدأ تدور. وفي بعض الستات بتبقى شاطرة جدا في موضوع التقنيات دي، ولو عامل باسورد تعرف تخترقه وتعرف تفتحه وتبدأ ما شاء الله. تدور. يعني في حاجات خارقة جدا. انا بشوف حاجات كتير قوي يعني عجيبة. ولو عنده ايميل تعرف تدخل على الايميل بتاعه، خصوصا بقى لو يبقى هو حظه حلو تبقى هي خريجة مثلا حاسبات ومعلومات بقى حاجة زي كده، فهي ما شاء الله يعني دماغها شغالة، فهي كل حاجة بتقدر تدور فيها وبتعرف كل حاجة وتشوف بيكلم مين ما بيكلمش مين. وهو لما بيعرف بيبدأ يتضايق جدا منها، وهي نفسها بتقول انا فتشت في كل حاجة وما لقيتش اي حاجة تدينه، يعني كأنها في متهم في النيابة وهي يعني بتدور على حاجة تدينه. العقلية في دي حكم مسبق، في بالظبط شيء هي مسبق، يعني افترضت. خلاص جاهزة نفسها. يعني مثلا منه مثلا متشيك يومين ثلاثة ولا حاجة، جايب طقم جديد بيحط برفيوم جديد، لا هي بدأت تشك بقى وتبدأ تدور وراه وما لقيتش حاجة. طيب بدأ الزوج هنا يتضايق جدا ويقول لها يعني التصرف اللي انت عملتيه ده كسر ثقة كبيرة بيني وبينك، وانتي عملتي ليه. هي في الاخر برضو هو بيعرف اللي هي بتعمله، يعني بتقع في حاجة ما بتبقاش هي يعني حويطة طول الوقت. فاحنا عايزين ما في نعرف جريمة بقى. كاملة. بالظبط مفيش جريمة كاملة أكيد، اللي بيعمل حاجة بيسيب دليل وراه، فهي سابت دليل وعرف. طيب هي مقبول منها انها تعمل كده لما حد بيلومها جوزي وبحبه وبغير عليه وطبيعي، والسيدة عائشة كانت بتغير، ده ردها، هيك رأيك ايه؟ طيب، هو الأصل إن إحنا نفسر كل شيء من وجهة نظر الإسلام، لأنه إحنا مسلمين في النهاية، فأعمالنا كلها منضبطة بالشرع. طيب، النساء اللي بهذا الشكل أول شيء نقول لهم خففوا من مشاهدة المسلسلات. طيب، الضارة ايوه، دي أو معظم استماع الحاجات دي موجودة في الدراما لل... فعلا. في الدراما أو في قصص النساء، في جلسات النساء، يعني خففوا مم. منها. دي النصايح ثاني الخطيرة شيء اللي هم يعني، بيدوها لبعض ما شاء الله في بعض الجلسات يعني. ايوه هذه المصائب اللي والله كل واحد يعني صحيفة عمله ما ادري ايش قاعد يسجل فيها. ثاني شيء يعني، يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تبدأ لكم تسؤكم. تسوءكم. الله سبحانه وتعالى يعني نهى، يعني أقل لا تسال، يعني لا تجلس تسال. في النهايه انت حتصل لطريق ما تحبه يعني، او جواب ما يعجبك في اه. النهايه يعني. بعدين من اداب الاسلام لا تتحسسوا ولا تتجسسوا. مم. من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه داخل بيته. ليش؟ لأن بس الإنسان بس ده يبحث عن زوجي، شيء ما هو ده مطلوب زوجي يا منه. استاذه خديجه، وانا عايزه ما هو هذا اطمن. التعامل مع الزوج هذا ملكية، ما الرجل والمرأة السوشيال بيتعامل مع بعض ميديا أنهم ملكية السوشيال ميديا خاصة. يا استاذه خديجه دلوقتي خربت البيوت. انا بكلمك بلسان حالهم كانهم هم اللي بيردوا. السوشيال ميديا دلوقتي والفيسبوك خلى بعض الازواج يقعوا في تصرفات خاطئه، فانا بطمن ان كان هو تمام ولا لا، في حاجه، في حد بيلف عليه ولا لا. مش هاخد بالي برضو. يعني الطفل هذا، الطفل ده يعني يلف عليه أحد وهي تلف على مين يعني هذا مثلا. طيب هو شوفي، آه هو النساء ليش بيسووا زي كده؟ خلينا مم. كده نفسرها بشكل بسيط جدا. مم. اليوم المرأة لو عندها هدف عظيم تعيش من أجله في حياتها، ما راح عندها وقت تسمع أول شيء السخافات هذه من النساء، ولا من السوشيال ميديا، ولا من أي شيء. مم. طيب، ولا تبني حياتها على أوهام وأفكار، لأنه هي تشوف نفسها في مستوى عالي جدا، هي مترفعة عن هذه الأشياء. لكن غياب الهدف ووجود الفراغ هو اللي أوجد هذه الحالة من التتبع والتجسس. طيب، أول شيء لازم ندرك الرجل والمرأة اليوم كلهم محاسبين أمام الله سبحانه وتعالى على سلوكياتهم، فما حد بالتأكيد. يجلس يتابع وراء أحد كأنه طفل وسوى وفعل وإلى آخره. مم. بعدين المرأة أساسا لما تسوي زي كذا هي عندها حالة من الخوف إنه تستبدل مم. بشخص آخر. مم. يعني هي تحصل على اهتمام وحب وخلاص هي مطمئنة. تخاف. الغيرة تبع المرأة هي عبارة عن الخوف من الاستبدال بشخص آخر. طيب. مش طيب هي الاستبدال ليش بس، جاء او هذا ان هو يجيب الشعور؟ لها حد، يجيب لها ضيفة جديدة هو بقى. هذا يعني الاستبدال ايش قصدي انا؟ استبدال يعني الحب اقل، حيكون في شريك في الحب، في امم. شريك في العطاء، في شريك في الاهتمام، في شريك ما اه تبغى اه. هي هذا كله. طيب. طبعا. فهي الان هذا الخوف
كله هو مم. المحرك لها. مم. طيب فبتقوم بهذه الأعمال كلها. طيب هل هي لما تقوم بهذه الأعمال كلها هي بتراقب أمر الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا مباح ولا غير مباح؟ ما في مبرر عند الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، إنه أنا كنت خايفة، ما هذه أرزاق موزعة. طيب طالما إنه هو رزق موزع، وإنه الله، وأنت استودعت الله نفسك وأمانتك وعارفة الرجل اللي أنت متزوجته، في حد معين من الغيرة مسموح فيه. لكن لما مم. نوصل اليوم، احنا قلنا مم. الحد اللي نوصل فيه انه نتتبع ونتجسس ونتحسس ونفتح موبايلات وكذا، معناه مم. احنا دخلنا في دائرة الغيرة الغير محمودة، معناها عواقبها كوارثية راح تكون. ليش؟ لأنه مم. الآن ما صارت غيرة، صارت من مم. غيرة إلى شك، والشك شك. إذا دخل خلاص يفسد الشيء كل شيء. مم. يعني الرجل هذا لو انه كل يوم يلبس ويتعطر ورايح المسجد، هذا غير مقبول عند المرأة، لأنه له تفسير آخر، والسبب مم. إنه هي جالسة مع نفسها ومع أفكارها ومع الشيطان ومع مم. القصص ومع الروايات اللي هي تسمعها وهو إلى آخره، فهي دخلت في جانب آخر كبير جدا. مم. الإسلام جاء عالج هذه الحالة عشان الإنسان ما يوصل لهذا النوع من السلوكيات. مم. عالجه ببساطة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرة من عليه المرات الصلاة كان نائم والسلام. مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مم. فراش واحد، مم. بعدين اتسحب من فراشه بخفة وخرج، مم. فهي شعرت فيه فجلست تتبعه وراحت وراه. مم. تخيلي انت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وهي ماشيه وراه، مم. شافته لين فوين وصل؟ وين وصل؟ وصل الى البقيع، وجلس في البقيع وقت طويل وهو يعني جالس في يدعي. مم. لما شعرت فيه انه هو يبغى يرجع، اخذت بعضها وسبقته جري، فراحت دخلت تحت البطانيه وتغطت. الان جلست تلهث. تنهج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايوه، فلما دخل حس انه صار في شيء غريب، يعني فقال لها عائشه قاعده يعني ايش فيكي؟ ما في. طب تخبريني ولا يخبرني الوحي؟ قالت والله يا ايوه. رسول الله يعني كنت نايم ولما شفتك اتسحبت وخرج انا تتبعتك، يعني ظن مم. مني انك انت رايح الى لحد احدى من نسائك. زوجاتك. ايوه. ايوه احدى زوجاتك يعني. النبي صلى الله عليه وسلم شفتي التبيين هنا الحل جاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني يعني استحى جبريل ان يدخل وانا وانت تحت فراش لحاف واحد، فامرني ان اخرج فادعو لاهل البقيع. مم. بس هذه القصة. يعني هي قالت الشكوك تبعها، النبي صلى الله عليه وسلم عالج الموضوع في لحظتها وبين لها السبب. الواقع اليوم المرأة إما أنها تقول شكوكها، والغالب الرجل حيقول هو ما والزوج حتصدق. بيسيبها بشكوكها، وفي بعض الازواج بيبقوا مبسوطين بالمشاعر دي ويسيبها. ايوه شفتي، عشان كذا الاسلام جاء عالج الموضوع هذا. ما يعني ما في عبثيه، الشعور هذا مم. مشكله. مم. اذا جاء المراه تكلمت فيه، الاصل ان الرجل يخبرها بالصدق. طيب والله سبحانه وتعالى شهيد على الجميع. يعني ليش؟ لانه رأفة ورحمه بها حتى ما تتطور اعمالها الى الشيء الذي يغضب الله، لانه في النهايه وزوجها وصاحبها، فالمفروض انه يعينها على نفسها طالما عندها هذا الشعور. ويعينها مو معناها يبرر لها ولا يبرر سلوكيات، انما يخبرها ما يعني ما تريد ان تعرفه فقط، يعني يدخلها في حاله الطمأنينه والامان اللي هي لازم تشعر فيه. هذا اللي لازم يبذله الرجل. او المراه المفروض انه الرجل لما يقول لها شيء بعد ما سؤاله انها تقبل هذا الجواب زي ما هو، ما تجلس تحلل وتفحص فيه. ليش؟ لانه لو تحلفوا على القرآن وتحلفوا كل حاجة، ويا ريت بعد كده كمان تصدق، ما يا ريتها بتصدق. لانه في سيناريو. ايوه لانه في سيناريو في عقلها، هي تبغى تمشي السيناريو ده، هي هي عاجبها الدور ده خلاص. طب الانسان اللي عاجبه الدور ده لازم الواحد الان في علاجات حديثة اليوم احنا بنسوي العلاج المعرفي السلوكي عشان طب انا قبل ما اتكلم يعني على العلاج يا استاذة خديجة ان ازاي يتخلصوا من العادة